من الآية 25 للآية 34 كلها أوامر ونواهي، من أهم الأوامر والنواهي اللي لازم تكون في سلوكياتنا إحنا وولادنا. أرجوكي حاولي تلتزمي بيها لو عايزة تربي ولادك صح وترتقي بيهم في الدنيا وفي الآخرة. أول أمر قرآني بيقول فيه ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وتاني آية بيقول فيها: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. إذا إحنا دلوقتي عندنا أوامر واضحة وصريحة. ويا جماعة، الاستئذان للزيارة دي مش حاجة اتيكيت، دي حاجة أساسية في ديننا. آية ربنا منزلها في القرآن إحنا بنتعبد بيها، وأكيد الغرض من نزول الآية دي هي المحافظة على بيوتنا وعلى علاقتنا. للأسف إحنا لغاية دلوقتي مش عارفين ننفذ الأوامر دي صح ولا نستوعبها صح. إحنا لازم ندرك إن الآداب القرآنية بتساعدنا على الحفاظ على علاقتنا ببعض. أتمنى إن إحنا نطبقها في حياتنا صح ونعلمها لأولادنا صح. يعني لما ربنا يقول لنا لا تدخل بيت غير بيتك حتى تستأذن، فأرجوك ما تعتبرش إن بيت ابنك أو بنتك، أختك أو أخوك، أو حتى بيت العيلة بعد ما تتجوز إن هو بيتك. يعني ما طبش على بابا وماما في البيت وأقول يعني هم قاعدين هيروحوا فين؟ لا، يا ريت تتصل بيهم كده وتقول لهم مش عايزين حاجة وأنا جاي، فكده تبلغهم إنك أنت جاي. اعرف ان كل بيت له حرمة، وارجوكوا عايزين نحافظ على حرمات البيوت ونحترم اهلها. ده هيحافظ على العلاقات بينا طبعا. مفيش حد بيسمعني دلوقتي الا واجه مشكلة من مشاكل الاستئذان ده. يا اما هو راح من غير ما يستأذن اهل البيت وبالتالي استقبلوه بطريقة مش كويسة فهو زعلان، او العكس، الناس بتطب عليه فجأة وبيعتبروها دي حاجة عادية جدا. أنا لو قعدت أحكي لكم مواقف هتعرفوا قد إيه حصل خلافات بينا، والله وصلت لخراب البيوت، لأن الناس مش فاهمة يعني إيه استئذان قبل ما تروح للناس بيوتها، مع إنها آداب قرآنية مفروض إن إحنا نتربى عليها ونتعلمها. نيجي بقى للأمر القرآني: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. أرجوكي علمي ابنك إنه ياخدها بنفس طيبة وبارتياح، لأن في علاقات بتتدمر علشان في ناس بتزعل وبتاخدها قوي على قلبها وتقولك ما قالتليش اتفضل، او قال لي ان هو وراه مشوار، او قال لي ان الميعاد ده مش مناسب ليا. بلاش تاخدها بنية وحشة، خدها بنية خير. ساعات الواحد بيبقى مش بس مش قادر يستقبلك، لا هو عايز يستقبلك صح، يكرمك، حاسس ان قدرك عنده عالي فعايز يكرمك ويعرف يحسن ضيافتك. وللأسف الحاجات دي بتعمل مشاكل مع المقربين جدا لينا، مع الابن مع البنت، مع الأخ مع الأخت، مع الأم مع الأب، مع الجيران، مع الناس المقربين جدا لينا. ولما ربنا بيقول لنا هو أزكى لكم، يبقى داخل لينا ربنا عايز يحافظ علينا، اللي هو بيلتزم بالأمر القرآني ده، وعايز يحافظ على حرمات البيوت. وعلى فكرة ابنك مفروض يكون في السن ده اتعلم ان هو في البيت لما يلاقي غرفة بابا وماما مقفولة ان هو يخبط الاول يستأذن، ولو انتوا ما سمحتوش ليه بالدخول فهو عليه ان هو يمشي لغاية ما انتوا تخلصوا، سواء كنتوا بتغيروا سواء كنتوا بتتكلموا في التليفون او نايمين، لغاية انتوا ما تخلصوا وتفتحوا الباب وتنادوا عليه. طالما احنا في نفس البيت بنستأذن ونحترم خصوصيات بعض، فأولى ان احنا نستأذن ونحترم خصوصيات بعض في البيت اللي هو مش بيتنا. والدنيا دلوقتي بقت أسهل بكتير، مش زي زمان، الحمد لله بقى فيه موبايلات، فمفيش داعي إن احنا نحرج الناس أو نتواجد معاهم في أوقات هم مش على استعداد يستقبلونا فيها لأي سبب. فهمي ابنك إن التزامه بالآداب القرآنية دي هيخليه دايما راقي وموضع ترحاب، وإنه عدم التزامه بالآداب القرآنية دي هتفقده نوره وهتفقده علاقاته وهتفقده قدره عند الناس.